السلام عليكم. أنا سوريا ودي قناة سوريا شانل. واحنا النهاردة هنعمل مع بعض الدونت. الدونت من الحاجات اللي الأطفال كلها بتحبها. سعرها بقى غالي جدا برا. هنعملها في البيت، هنحاول نفرح العيال ونعمل الحاجات دي في البيت بالمتاح عندنا واللي بالموجود. هقولك بالظبط ايه اللي ينفع تشيليه خالص من الوصفة، ايه اللي ينفع تستبدليه بحاجة تانية. هيطلع معاكي حلو جدا وناجح جدا ان شاء الله. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش، علشان في كتير جدا بيتفرج عليا ومش مشترك معايا. يلا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عايزه 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وده لازم معايا في الوصفه، ما ينفعش ابعده. معلقتين سمنه، زبده، او زيت ذره او عباد المتاح عندك. ده برضو معايا ما ينفعش استغنى عنها. كوباية الا ربع لبن، ينفع اخليها مية. كوباية الا ربع مية. معلقة خميرة كبيرة و3 معالق سكر، دول لازم معايا. دول معلقتين كبار لبن بودر، ينفع خالص استغنى عنها وما احطهاش. انا بحب احطها في الوصفة، عندي اللبن بحب احطها، ما عندكيش ما تحطيهاش، مش لازمة خالص. هحط على البيض بس ربع معلقة فانيليا عشان ريحة البيض اكسره. وكمان 3 كوبايات ونص دقيق متعدد الاستخدامات، هحط عليه رشة ملح. بس هجيب بقى بولة. دول 3 كوبايات ونص دقيق متعدد الاستخدامات وعليه رشة ملح. هاجي بقى احط الكوباية الا ربع اللبن الحليب السايب، او ممكن تستخدمي كوباية الا ربع لبن دافي او مية دافية، ينفع استبدلها بمية. حطيت ال3 بيضات وال3 معالق سكر كبار، وكمان هحط الخميرة واللبن البودر. هكتب لكم المقادير بالظبط في الديسكريبشن بوكس. ينفع استغنى خالص عن اللبن البودر. بس خلاص هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وانا لسه ما حطيتش السمنه. هحطها بعد ما احط الدقيق. خلاص هقلبها بس تقلبتين كده، اتاكد ان المكونات كلها امتزجت مع بعض كويس. هنزل بالدقيق كله مره واحده. هقلب بقى بايدي، هعجنها بايدي. واول ما الدقيق يختفي خالص هنزل بمعلقتين الزبده. هنزل بمعلقتين الزبدة وهعجنها. ولو حسيت بعد ما عجنت الزبدة كويس جوه العجينة واختفت تماما، حسيت ان العجينة تمام معايا اوكي. حسيت لسه، انا زودت لها معلقة دقيق كمان. انا احتاجت معايا بس معلقة دقيق لحد ما ظبطت معايا ووصلت للسوم كده. طرية جدا وبتلزق، بس التلزيقة مش ماسكة في ايدي. ما تخليهاش العجينة جامدة وناشفة في ايدك، علشان هتطلع العجينة اما تستوي هتطلع برضو جامدة وناشفة. خلي العجينة طرية في ايدك علشان لما تستوي تبقى طرية وهشة معاكي. بس خلاص عجنتها 10 دقايق. هحطها بقى تاني في الطبق اللي عجنت فيها، غطيها بستريتش راب او اي حاجة عندك، صينية مثلا، وحطي عليها الفوطة. وكمان هسيبها ساعة، ساعة ونص. أنا بحب دايما أعمل، لو هعمل حاجات حلويات في البيت بحب أعملها وأنا بعمل الغدا. لو هتاخد حاجة بالذات حاجة فيها خميرة هتخمر. ليه؟ المطبخ بيبقى دافي فبيساعدها إن هي تخمر معايا بسرعة، وفي نفس الوقت بخلص كله مع بعضه، ما باخدش وقت كبير في المطبخ. بس خلاص خمرت بعد ساعة تقريبا، لان انا كنت شغالة في المطبخ والمطبخ كان دافي. فهقسمها نصين وهرش رشة دقيق خفيفة جدا وهفردها. ومش هفردها لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. الكمية دي حلوة، عملت معايا تقريبا 20 دونتاية، بس مش كبيرة، حجم وسط. الحلو جدا الدونات في اعياد الميلاد. اشتري شوية حاجات كده، يعني انا شارية ب5 جنيه بجد والله بأمانة، عشان ما حدش يفتكرني. انا شارية ب5 جنيه فرماسيلا اللي هي السبرينجلز، وب5 جنيه شوكليت شيبس. وجايبة ربع شوكولاتة بيضة، بس الربع انا مستخدمتوش كله، ب22. وربع شوكولاتة خام اللي هي الحليب بالشوكولاتة ب25 برضو.
فدولت انا ما استخدمتش، انا استخدمت حته من الربع في الوايت شوكليت وحته في الربع من الشوكولاته الدارك اللي هي الشوكولاته بالحليب، والباقي عندي السبرينكلز هستخدمهم في حاجات كتيره، يعني انا هستخدمهم في وصفات تانية كتيره. انا قطعت بالكوبايه، انا ما كانش عنديش قطعت الدونات، قطعتها بكوبايه، مفيش حاجه هتوقفنا، احنا هنعمل يعني هنعمل في البيت. قطعتها بالكوبايه وجبت البلبله بتاعه الكريم شانتيه اللي هي بتاعه القمع بتاع الكريم شانتيه، قطعت بيها من جوه. مش عندك حطي قطعي بغطا الازازه براحتك، ممكن طبق عندك قطعي بيه اللي موجود والمتاح، قطعي بيه، مفيش حاجه بتقول لا، كله ينفع. بدل عندك حسن استخدام وتعرفي تستخدمي الحاجه استخدميها. بس ظبطتها بايدي، وهحطها بس كل واحده على ورقه زبده عشان انا هسيبها تخمر كمان نص ساعه. لما بتخمر بتبقى هشه جدا، بتيجي تشيليها بتتشوه، فعشان ما احافظ على شكلها ما شوهاش. بس ده لازمه ورق الزبده. بس هقليها على نار هاديه مش هاديه جدا، انا مش عايزه الزيت يسخن قوي، انا عايزه الزيت يبتدي يسخن، احط الدونات ليه؟ عشان يستوي من جوه ويقرمش بقى من بره، لان النار لو عاليه قوي هيقوم واخد اللون بالظبط على طول، وهتبقى معجنه من جوه. ولو هاديه النار قوي قوي هيشرب زيت. انا عايزه النار وسط، حاولي تظبطوا لي النار، مش عايزاها تسخن خالص، هتبتدي تسخن انزل بالدونات وتفضل النار هاديه. حسيت ان نار الزيت ناره عليت، اشيل المقله من على النار 5 دقايق، مش 5 دقايق، دقيقه بالظبط، اشيل المقله من على النار دقيقه، درجه الحراره تهدى شويه تاني، وارجعها على نار هاديه متوسطه، مش هاديه قوي ومش عاليه قوي، متوسطه، واحط القليه التانيه. قالتهم خلاص دي الشوكولاته البيضاء، ودي بصي مكعبين، يعني انا اخدت من كل نوع مكعبين بس، لان هو هي الشويه دولت بجد هيزينوا لي الكميه اللي عندي. انا ولادي اكتر بيحبوها بالوايت شوكليت بالشوكولاته البيضاء وبالسكر البودره. انا حطيت سكر بودره تقريبا، دي نص كوبايه سكر بودره، حطيت عليها معلقتين لبن او ميه، المتاح عندك حطيه. بس خلاص هنزل بقى بالدونتايه بعد ما بردت شويه عشان الحاجه تمسك عليها ما تسحش. نزلت بيها بالشوكولاته والسبرينجلز دولت نص اللي ب5 جنيه. بس زوقيها بالطريقه اللي انت عايزاها، بالاسلوب اللي انت عايزاه. عايزه حاجه واحده بس تزوقي بيها براحتك، السكر البودره بس، الشوكولاته بالحليب العاديه الغامقه، الشوكولاته البيضاء، اللي انت عايزاه كله ممكن متاح تعمليه، بالسبرينجلز بس، بالشوكليت شيبس بس، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. احنا هنعمله في البيت، هنفرح عيالنا، وعيالنا هتاكله وتنبسط، احسن لنا واوفر لنا وكمان افيد للعيال. بس كده تمام. اعمليه بقى في سهرة الخميس كده وانتوا قاعدين مع بعض كده متجمعين، وايه وافرحي بيها وفرحي العيال. انا يعني ده طريقة التزيين بتاعتي. خدي مني افكار، حطي افكارك، اعملي الطريقة اللي انت عايزاها، الطريقة اللي تريحك. المهم ان احنا اي حاجة هتغلى علينا احنا هنعملها في البيت ومكملين ان شاء الله. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك. بحبكم كتير، اشوفكم بعدين، مع السلامة.